السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال محمد رمضان، رجالة تانية ثانوي، رجالة الفيزيكس. السؤال ده كنا خدنا زيه في الهوم ورك لو تفتكروا. بيقول لي عندي قانون بيقول إن الإف بتساوي كي في آر. عايز اليونت بتاعت الآر، كي في آر في حاضر. أنا عايز اليونت بتاعت الكي بتساوي إيه؟ قلت لك قبل ما تتفرج بعد إذنك على الإجابة تبقى محضر الورق وبتقرا السؤال قبل ما تشوف أنا بجاوب إيه. طيب عشان بس نكسب وقت، ما اقعدش اقعد اقرا السؤال وافصص لك. انا هفصص لما اكون بشرح، لكن خلاص السؤال انت قريته وانا بحل اهو. هيبقى اف على ار في في. طب يلا بينا. هو الراجل عامل معايا واجب، قال لي الاف ام ال تي نيجاتيف 2، قال لي الار راديوس والراديوس ده لينس، قال لي الفي فيلوستي والفيلوستي ال تي نيجاتيف 1. شكرا. الام زي ما هي، ال دي تروح مع واحده من دول، خلاص كده المساله خلصت. الام تنزل زي ما هي. طيب ال اللي تحت دي تطلع فوق تبقى بالنيجاتيف. تي نيجاتيف 1 تروح من تي نيجاتيف 2 يبقى تي نيجاتيف 1. تعال نترجمها اليونت. الماس بالكيلو جرام، اللينس بالمتر نيجاتيف 1، التايم بالسكند نيجاتيف 1. يبقى اول واحده هتبقى الاجابه كنا واخدينها في الهوم ورك لو تفتكروا، هتبقى الاجابه سي. اللي بعده السؤال الثاني بيقول لي the graph that represents the relation ما بين الفوليوم والدينستي of cover مش at a definite temperature. صلى على النبي. طالما قال definite temperature يعني درجة الحرارة ثابتة ما بتتغيرش، حبيبي طالما درجة الحرارة ثابتة ما بتتغيرش يبقى الدينستي ثابتة ما بتتغيرش، لأن دي خاصية مميزة للمادة، فتبقى الإجابة دي. اللي بعده السؤال الثالث بيقول لي tangent force act on a polished plate. سطح ايه؟ لامع قوي، فبيخليه ينزلق بسرعة ثابتة على layer of viscous liquid ماشي covering a half floor a whole floor ومحطوط زي مادة لزجة مغطية الأرضية بتاعت الايه؟ الصالة. بيقول لي if the magnitude of this force is doubled، برضه بيسيع عليا، يبقى الليكويد فيسكوستي كوفيشن. قلنا الايتا فيس خاصية ثابتة طالما ما لعبتش في درجة الحرارة، يبقى الايتا فيس doesn't change، يبقى الإجابة دي. حلو السؤالين دول. هو هنا بيعلمك لعبتين حلوين يعني. ايه اللي بعده؟ بيقول لي رقم 5 the time taken for a car moving in a straight line with an acceleration 2 meter per second square to change its velocity by a value of 10 meter. انا ما عنديش غير قانون مباشر، ايه بتساوي دلتا في على دلتا تي. صح مش صح؟ طيب هو عايز المرة دي التايم، يبقى دلتا في على ايه؟ هو كان بيغير سرعته قد ايه؟ بمعدل 10 متر كل ثانية. طب وكان ماشي باكسلريشن قد ايه؟ كان ماشي ب 2، فتبقى 5 سكند. يا مستر انت بتتكلم جد؟ والله. طب ده مسألة ايه الهدف منها؟ بيفكرك بالقانون ده. ايه اللي بعده؟ الراجل ده عندي قوتين، مين الكبيرة؟ F1 ب6، بجيب الريزلتنت فورس بقول الكبير ناقص الصغير تبقى 2 نيوتن. حلو، خد بالك 2 نيوتن في اتجاه الاف 1. عايز ايه بقى؟ بيقول لي هات الاكسلريشن بتساوي اف على ام. مين الاف اللي هي الريزلتنت اللي نتجت في الاخر اللي هي 2. طب والجسم الماس بتاعته كام؟ نص، فتبقى 4. حلو الكلام. متر بير سكند سكوير. خد بالك الاكسلريشن دايما في اتجاه الفورس، فيبقى في نفس الكلام في اتجاه الاف 1، فتبقى الاجابه دي. يبقى السؤال الرابع الاجابه دي، الخامس الاجابه دي. اللي بعده السؤال السادس ده انا بعشقه. بيقول لي في الشكل اللي قدامك كان عندي انبوبه، بعد كده خلينا الانبوبه تيرنت ابسايد داون، وبعد كده خليناها فيرتيكال بس الاوبن اللي فوق. خلاص يبقى دي الحاله الاولانيه اهي، حاضر، ودي الحاله الثانيه. قبل ما ابدا مستر محمد معلمني ان في الحاله دي البي جاز بيساوي بي اي ماينس اتش. البي اي مداري بكام؟ 75، والاتش ده مداري بكام؟ 5. يبقى هنا الضغط كان هنا كام؟ 70 ماينس 5 هتساوي 70 سنتيمتر اتش جي. ده كده البي 1. طيب والفي 1 هنا هو مديني طول ب 20. يا سلام. يبقى الفي 1 هنقول 20 في اريا، لانه بيساوي لينس في اريا، وكده كده الاريا هتطير. طب الحاله دي بقى قلنا البي جاز بيساوي لما يكون وش الانبوبه لفوق بي اي بلس اتش، يبقى 75 زائد 5 يبقى 80 سنتيمتر اتش جي. هو بيقول لي هات ال L2، يعني من الاخر عايز الفي
2 اللي هي بتساوي ايه في L2 هجيبها. هقول والله يلا V1 على V2. طبعا لما تلاحظ لقيته قال لي كونستانت تمبريتشر، خلاص يعني هلعبها بويلز لو هتساوي B2. وممكن استنى اسهلها لك بقى اصغر، ممكن اقول B1 V1 هتساوي B2 V2. ال B1 بكام؟ ب70. ال V1 بكام؟ 20 في اريا. ال B2 بكام؟ 80. ال V2 باريا في L2 اللي انا عايزها. هطير ايه مع ايه؟ اعرف اجيب ال L2 اودي ال 80 ديفايد، هتبقى ال L2 بتساوي 17.5 سنتيمتر. اي خدمة. السؤال السابع بيقول لي، في واحد يقول لي مثل اسئله سهله الحمد لله. السؤال السابع بيقول لي هات البريشر عند النقطه مين؟ اكس. حاضر. هي خد بالك بيقول لي الحته اكس اللبنه دي كلها 25 واكس على ارتفاع 15، يبقى اذا اكس ما فيش فوقها غير 10 سم من الميه، يبقى البريشر عند اكس البريشر بتاع الميه اللي هي طولها 10 سم زائد البريشر بتاع الليكويد، يبقى رو جي اتش للميه زائد رو جي اتش للليكويد، يبقى 1000 في 10 في، طبعا انا اسف زائد كمان لان هو اوبن كونتينر يبقى بي ايه، يبقى هنقول البي ايه ب 10 باور 5 زائد 1000 في 10 في الحته دي قلنا كام؟ 10 سم، يبقى اكتبها 0.1 لان انا بحول من سنتي لمتر، زائد الرو بتاع الليكويد ده بكام؟ فين الرو بتاع الليكويد؟ ولا ده هو عايزها عيني خلاص. في الجي اللي هي 10 في الاتش اللي هو 40 يبقى 0.4. شكرا. هو بقى مديني البي توتال او البي عند اكس بكام؟ هقول والله يبقى 1.043 في 10 باور 5 بيساوي الكلام ده كله. طيب يبقى 10 باور 5 زائد هو ده ب 1000 زائد رو ال في 40. شكرا. هودي الرقم ده اجمعهم على بعض واديه بالماينس وبعد كده اقسم على 40 هتبقى الرو ليكويد. مثلا انت بتقول لنا كمان ازاي نعمل ماس، ما هعمل ايه ما انا مرزق. هتبقى الاجابه 825 كيلو جرام بير متر كيوب. اللي بعده السؤال الثامن بيقول لي ايه؟ كتاب محطوط على تيبل توب يعني ترابيزه من فوق ماشي، وكانت الارث بتأثر على الكتب بقوة 10 نيوتن. فقول لي طب يبقى التيبل هتأثر على الكتب بكام؟ ما احنا فور each action there is a reaction equal in magnitude but opposite in direction، يبقى القوة التانية هتبقى بعكس الاتجاه نيجاتيف 10، فهتبقى الإجابة سي. اللي بعده السؤال ده انا جايبه لكم في الهوم ورك، بيقول لي ايه؟ بصوا على من قبل ما اشتغل النقطة اكس عمال يمشي ديسبيسمنت كتير وبتزيد اهو، يبقى الراجل ده عنده نون يونيفورم فيلوسيتي وبالتالي يبقى عنده انكريزنج اكسلريشن. طب واي بيمشي ايكوال ديسبيسمنت ان ايكوال تايم. بصوا كده المسافه، يبقى الراجل ده ماشي بيوني فورم فيلوسيتي وبالتالي يبقى الاكسلريشن بكام؟ 0. بص في الاختيارات هتلاقي ان الاختيار السليم هو دي. ليه؟ بيقول لي ان العربيه اكس ماشيه ببوزيتيف اكسلريشن وانا قلتها اهو، والعربيه واي ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي، يبقى الاجابه طبعا دي. اللي بعده an ideal hydraulic press. ابوس ايديك تاخد بالك من كلمه ideal يعني مثالي، يعني الورك اللي داخل قد الورك اللي خارج. هو قال لك الورك اللي داخل كان دبليو، يبقى الورك اللي خارج برضو دبليو، يبقى الاجابه هتبقى بي. انا جبت الاجابه منين؟ من غير لف ودوران، طالما قال ideal press. شكرا انا خلصت. اللي بعده 11 برضو كانت في الهوم ورك، قلت لك بيقول لي مين ماشي باعلى سرعه؟ اعلى سرعه اللي واخد اقل تايم. بص كده المسافه اي بي هي اصغر فتره يعني اقل تايم، يبقى هي دي، لان احنا عارفين ان الفيلوسيتي بتساوي ديسبيسمنت على تايم، صح ولا مش صح؟ طيب فهنا الديسبيسمنت التايم تحت يبقى العلاقه عكسيه. دي طريقه. الطريقه الثانيه قلت لك كل ما الستريت لاين اللي انا عمال بشاور عليه ده يقرب من الواي اكسس يبقى السلوب بتاعه بيزيد، يبقى الفيلوسيتي بتاعته بتزيد، لان هو هنا السلوب عباره عن ديسبيسمنت على تايم بس. خلاص يبقى على طول الانترفال اي بي. جبتها بكام طريقه؟ طريقتين، اما اني اشوف مين اصغر تايم فيبقى اعلى فيلوسيتي، او اني اشوف مين الستريت لاين اللي مقرب من الواي اكسس
اللي بعد السؤال 12 بيقول لي liquid flow steadily through a main pipe X of cross section area 26 سنتيمتر سكوير ماشي، وتفرع ل 2 بايب ماشي، واي وزد اهو. ادي الاكس قال لك الاريا كام 26 سنتيمتر سكوير ماشي، ده الاكس ماشي، وتفرع لايه واي وزد ماشي. الاريا هنا كانت 15 سنتيمتر سكوير واي، والزد كام 7 ريسبكتيفلي ماشي، وكانت السرعة عند اكس هنا 0.4. طيب وعند واي كام 0.6. قال لي هات السرعة عند زد. طب خلاص ما خلصت. مين اللي هنا في المدخل اكس؟ يبقى اي اكس في اكس هتساوي اي واي في واي بلس اي زد في زد، يبقى 26 في 0.4 هتساوي 0.6 في 15 زائد 7 في في 2. هودي دوت بالماينس واقسم على 7 هتطلع الفي 2 بجد يا مستر. والله ما انت شايف اهو الموضوع مش صعب. هتبقى السرعه 0.2 متر بير سكند. اللي بعده السؤال ده برضو كان فلوم ورك، كل الاسئله دي كانت فلوم ورك على فكره. بيقول لي في الشكل قدامك الراجل ده كان الليكويد طالع ناحيه الكلوزد كونتينر، يبقى هنا القانون بيقول ان البي جاز بيساوي بي اي ماينس اتش ماينس رو جي اتش. حلو ده ميه. طيب بيقول لي ايه؟ قال لي الاتموسفيريك بريشر بيعادل 76 سنتيمتر اتش جي. ده مش مديني بالرقم. طيب حاضر، هعمل ايه؟ شايف البي ايه ده؟ هكتب رو جي اتش للميركوري عشان اجيب قيمتها بالنيوتن بير متر سكوير ناقص رو جي اتش الليكويد اللي في الانبوبه كان مين؟ كان ووتر، يبقى 0.76 في 13600 في 0. في الجي بكام؟ في 10 ناقص 1000 في 10 في الاتش بتاع الووتر 13000 0.136. ليه؟ حولتها من سنتيمتر لمتر. خلاص لقيت الناتج طالع لي البي جاز ب 1.02. بص بقى بس استنى ركز معايا. 1.02 في 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير، بس هو الاجابات بالبار. طب انا علمتك لما تحب تحول من نيوتن بير متر سكوير لبار بنقسم على 10 باور 5، فهتبقى 1.02 بار. شكرا. يبقى الاجابه دي. اللي بعده السؤال 14 بيقول لي A quantity of an ideal gas كان حجمها 10 متر مكعب ماشي، وكان التمبريتشر 200 كام دي تي 1 273 سيليزيوس ماشي. التمبريتشر قلت ل 10 سيليزيوس ماشي. قال لك اتس فوليوم ديكريز ل5، حجمها هو كمان قلل كام؟ ل5 ماشي. قال لك سو اتس بريشر دازنت تشينج اتس بريشر. بص بقى هنا اعملها ازاي؟ هي دي رقم كام؟ 14 ولا اي حاجه، مش عايزك تقلق. خد بالك جاب لي كل ده وجاب سيره البريشر، فاقول والله بي 1 في 1 على تي 1 هتساوي بي 2 في 2 على تي 2. هعلمك لعبه حلوه ليك انت، يبقى بي 1 في 1 في تي 2 هتساوي بي 2 في 2 في تي 1. انا عندي بي 1 هسميها بي، يبقى بي في في 1 اللي هي 10. حلو الكلام. في تي 2 كان بكام؟ 10 زي يعني 283 هتساوي بي 2 اللي انا عايزها في الفي 2 كان بكام؟ قال لك الفي الحجم بقى كام؟ الحجم قال 5، يبقى في 5 في تي 1 كان بكام؟ كان ب 273 و 273 يبقى استنى لما اجمعها عشان نسيت اعملها. ميتين تلاتة وسبعين و273 تبقى 546. طبعا لما اجيب البي 2 هلاقي البي 2 زاد، فهنقول ان الاجابه بي. طبعا لقيت في ناس بتتفلسف فيها، لا ما فيهاش فلسفه، اشتغل عادي جنرال جاز لوب خلاص. اللي بعده بيقول لي عندي تنكين 1 و2 ماشي.
بيقول لي من الاخر برضو نفس الكلام. 15 دي هلعبها نفس الكلام. استنى، هنا بيقول لي كان عندي غازين، ايوه، كربون دايوكسيد وهيليوم. بص بقى، تسمع كلمة غازين وانت مغمض، اقول بي ميكس في ميكس هتساوي بي 1 في 1 زائد بي 2 في 2. خلاص، هو فعلا عايز البي ميكس. هقول والله البي ميكس فيه، هو بيقول لك كان التانك الاولاني 100 والتاني 150. طب ما لما افتحهم على بعض يبقى البي ميكس بكام؟ 250. تاني الاولاني كان كام؟ 100 وكان في كربون دايوكسيد ضغطه كام؟ كان ضغطه 80، يبقى 100 في 80 زائد التاني كان فيه هيليوم كان حجمه 150 وضغطه 76. طب ما خلصت. اعرف اجيب الميكس؟ هودي ال 250 ديفايد، هتطلع البي ميكس ب ثواني يا اولاد 77.6 سنتيمتر اتش جي، اللي هي الاجابه بي. ايه اللي بعده؟ بيقول لي ايه؟ عندي باروميتر، طبعا ده فاكيوم وماله مش عيب. بيقول لي كان using used to determine the atmospheric pressure where it's found to، كان atmospheric pressure بكام؟ 75. ماشي. so the pressure at point x، عايز اللي عند البوينت x، يعني الجزء اللي فوقيها. حاضر، الحته دي حلوه وفيها شغل، خد بالك. بص تعال نشوف هنعملها ازاي. بص يا سيدي، احنا عارفين ان العمود ده كله ضغطه بكام؟ بيعادل بي ايه، اللي هو هقول 0.77 في 13,000 وكام و600 في الجي بكام يا واد؟ ب 9.8. فالاتموسفيرك بريشر المفروض يطلع ب 99960 نيوتن بر متر سكوير. خلاص. طيب، وبيقول لي البريشر عند اكس كام؟ الرقم ده. طب ما خلاص، يبقى الدلتا بي هيبقى الضغط اللي انا جايبه ده كله ناقص ايوه الرقم اللي هو مديهولي، فيبقى 99960 ناقص 4 6.648 في 10 باور 3. استنى، طب ما هو الدلتا بي ده هيساوي ايه؟ رو جي اتش. ايوه، الرقم اللي هيطلع هقسمه على، يبقى الاتش هتساوي، شايفين الرقم ده؟ 99960 ناقص 4 6.6 في 10 باور 3 على مين بقى؟ على الجي اللي هي 9.8 في الرو بتاع الميركوري اللي هو 13600. هتطلع الاتش اللي انا عايزها اللي هي هتطلع بكام يا واد يا حماده؟ هتطلع ب 0.4 متر. مش موجوده في الاختيار. جايبها بالسنتيمتر، هضرب في 100 تبقى 40 سنتيمتر. ايه اللي بعده؟ بيقول لي ادراي امتي كونتينر كان الماس بتاعته هو فاضي 190 جرام. ماشي. مليناه بليكويد، الريلاتيف دينسيتي بتاعته 0.8، بقت التوتال ماس للكونتينر والليكويد 400. من هنا يبقى الماس بتاع الليكويد 400 ناقص 190 يبقى 210. ادي اول حاجه. ماشي. بعد كده مليناه بميه وعايز ما احنا لسه واخدين حاجه زي كده، عايز التوتال ماس بتاع الكونتينر والووتر، يبقى لازم اجيب الماس اوف ووتر. هقول والله الريلاتيف دينسيتي لاي سبستانس بيساوي ماس اوف سبستانس على ماس اوف ووتر، يبقى 0.81 هتساوي 210 على ام ووتر. اعرف اجيب الام ووتر؟ هقسم 210 على 0.81 هتطلع 259.2 جرام. شكرا. يبقى الماس بتاعت الكونتينر والووتر هجمع الاثنين على بعض، يبقى 190 بتاع الكونتينر لوحده زائد الميه اللي انا جبتها اللي هي 200 كام بالتقريب يعني عشان نخلص 259 هتبقى 449 جرام اللي هي الاجابه دي. ايه اللي بعده؟ 18 بيقول لي quantity of ideal gas، زهقنا من الاسئله دي. مقفول كويس، كانت درجه حرارته 27 مش، وكان ضغطه بي مش، الدرجه زادت قالك بس الحجم فضل ثابت والضغط بقى 2 بي. هيقول لي هات الدرجه. ماشي، هات الدرجه الجديده. خلاص، بي 1 على بي 2 هيساوي تي 1 على تي 2، يبقى بي على 2 بي هيساوي 27 زائد 273 على تي 2. طلعت التي 2 ب 600 كلفن ديجري، ما لقيتهاش في الاختيارات، يبقى هقول 600 ناقص 273 تبقى 327 سيليزيوس ديجري اللي هي الاجابه ايه. ايه اللي بعده؟ بيقول لي ايه؟ رقم كام دي؟ 19. بيقول لي
يو شيبد تيوب وماله 2 برانشز ارتفاعها 16 سم. ماشي، حلوة قوي قوي المسألة دي. بيقول لي كانت الريشيو في الاريا 1 تو 3 يعني تلت. ليه؟ لأن أنا قال لك أنا هرمي استنى لما نوسع دي شوية. يلا بينا. قال لك في الأول إيه؟ عملنا رمينا فين؟ كونتين أكوان ليكويد إكس بكام؟ كثافته 800. أدي الليكويد إكس أهو. خلاص؟ بكام؟ ب 800. ارتفاعه 8. يبقى الحتة الفاضية دي كام برضو؟ 8. ليه يا مستر؟ مش هو قال إن الأنبوبة كلها 16؟ وأنا مالي الليكويد اللي هو إكس ده لحد كام؟ 8. ماشي. قال لك رمينا ليكويد واي. حلو الكلام. وما قالش الميه نزلت قد ايه. انا قلت لك لما الليكويد ينزل وما يقولش هسميها اكس وفضل يملى لحد الاخر. شكرا. يبقى الاتش بتاع الواي عباره عن كام جزء؟ 2. 8 زائد اكس. طب هنا بقى بنعمل نيو سيباريتنج سيرفيس. فاكرين هنا في اكس. طب هنا بقى مش ده تلت ده؟ طالما نزلت اكس تطلع اضرب اللي نزلته في الريشيو يبقى طلعت تلت اكس. يبقى الاتش اكس اللي هو الراجل الليكويد ده هتبقى كام يا واد يا حماده؟ 4 اوفر 3 اكس. المساله خلصت. يبقى رو واي اتش واي هتساوي رو اكس اتش اكس. يلا بينا. الرو واي بكام؟ الرو واي ب 800 في 8 زائد اكس هتساوي الرو اكس بكام؟ 1800 في 4 على 3 اكس. عايز ايه بقى؟ هو عايز ارتفاع اما نيجي نعملها شفت سولف على الآلة الحاسبة هتطلع الاكس ب 4 سنتيمتر. يبقى الاتش واي القانون اهو 8 زائد اكس يبقى 8 زائد 4 فتطلع 12 سنتيمتر. اللي بعده السؤال 20 بيقول لي انيت فورس قيمتها اف اثرت على جسم الماس ام. ماشي. يبقى من هنا انا اقدر اقول ان الاكسلريشن اف على ام. خليها هنحتاجها. بيقول لي ايه بعد كده؟ نت فورس تانية قيمتها 4 اف اثرت على جسم 2 ام. 4 اف على 2 ام دي هتساوي الاكسلريشن بتاعتها هتساوي كام؟ هتساوي 2 اي. صح ولا صح؟ لانها هتطلع 2 اف على ام يبقى 2 اي. يبقى الاجابه اذا اتحلت سي. ايه اللي بعده؟ بيقول لي ليه لازم نكرر القياسات كذا مره؟ تو افويد عشان نتجنب الايرور ان ميجرمنت. نتجنب الخطا في عمليه الايه؟ الميجرمنت القياس. اللي بعده بيقول لي ليه كل الفورس اللي بتاثر على قاعده البتاع ده كلهم ايكوال؟ اولا كلهم نفس الاريا. احنا عارفين ان الفورس بتساوي ايه؟ بريشر في اريا. طيب اولا كلهم نفس البيز يبقى نفس الاريا. وطالما كلهم نفس الليكويد ونفس الليفل يبقى نفس البريشر. يبقى because they contain same pressure and the same area. وتقوم مكمل وتقول all points in the same liquid at the same level have the same pressure. اللي بعده بيقول لي في تجربه شارلز لو عايز الفوليوم اكسبانشن. الفا في بتساوي ال تي ناقص ال 0 على ال 0 في دلتا تي. يعني ال تي طول الغاز بعد التسخين. طول الغاز بعد التسخين كان كام؟ كان 9.69 ناقص ال 0 طول الغاز قبل التسخين 8.19 على 8.19 في الدرجة كانت 0 بقت 50 يبقى 50. هتطلع 1 على ثواني لينز كالكوليتر لينز قوس كذا اتملتنج ايوه 0 يبقى 50. هتطلع 1 على 273 كلفن نيجاتيف 1 او 3.66 في 10 باور نيجاتيف 3 كي نيجاتيف 1. وعايز اقول لك حلاوه المسائل دي انك بتحلها وانت عارف الانسر. اللي بعده بيقول لي هنا هو هنا جايب ديسبيسمنت وتايم يبقى ده فيلوسيتي يبقى طيب فبقول لي مين؟ هما كلهم نفس الماس. طيب انا بيقول لي مين عنده اعلى مومنتم؟ المومنتم بتساوي ايه؟ ماس في فيلوسيتي. هو بيقول لي كلهم عندهم نفس الماس يبقى اللي عنده فيلوسيتي اكبر يبقى عنده مومنتم اكتر. طيب السلوب بيساوي تان سيتا. حصل؟ حصل. مين هنا عنده اعلى سيتا؟ 3.
هنا رقم 3 عنده largest، بصوا بقى ماشيها لكم ازاي، سيتا، فيبقى عنده largest tan سيتا. بص السؤال وحلاوته، فيبقى عنده largest slope، والسلوب هنا مين؟ velocity، يبقى عنده largest velocity، وطالما عنده largest velocity يبقى عنده largest momentum، لان المومنتم بتساوي m في v. شكرا يا رجاله.